ازيكم اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده طريقه ازاي انك تشيل بادج دوري مصر من بيس 2012 من غير ما تمسح اللعبه وتعيد تسطيبها من اول وجديد. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. يلا بقى نبدا الفيديو. مبدئيا نخش على اللعبه. تمام. ملف الاكيد سيرفر هو ده. هنخش على حاجه اسمها مانجر. هنا بنحدد اللعبه. حاجه اسمها اتاش داتاش داتاش داتاش. كده انا شلت الباتش. كده انا شلت الباتش. هتقول طب ازاي يا عم اتاكد ان الباتش اتشال؟ اقول لك تعال اهو. تعال نشغل اللعبه اهو. كده الباتش اتشال من اللعبه. تمام. مالناش دعوه بالرساله اللي بتظهر دي اهو. كده اللعبه من غير ايه؟ من غير بادجات. كده اللعبه من غير بادجات. المفروض ده الدايره الصفرا دي تبقى زرقاء بس ماشي اهو. مفيش اي بادج في اللعبه خالص. تعال نشوف الفرق حتى اهو. مفيش اي آم، بادج في اللعبه خالص. دي الطريقة اللي تقدر انك تشيل منها البادج من اللعبة من غير ما تمسحها. ولو عايز ان انت ترجع البادج تاني بتعمل نفس الحركة. بتدوس حدد اللعبة وتدوس اتاش وتدوس اوكي. هتبص هتلاقي البادج دخل تاني في اللعبة وهتلاقي ايه؟ الفرق وكل حاجة. دي الطريقة الوحيدة اللي تشيل بيها البادج من غير ما محتاج انك تمسح اللعبة. بس ده كان كل حاجة عن فيديو النهاردة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد. ولو في اي حد عايز يسأل سؤال او اي استفسار اكتب لي في التعليقات وانا عنيا ليكم. ولو عايزين العاب جديدة انا برضو عليا ليكم. شكرا. اشوفكم الحلقة الجاية.